تعال أحكي لك عن فنانة غيرت اسمها خوفا من أهلها فأصبحت رمز للتمثيل الواقعي والفن الصادق. حمو التمساح يلا. مساء الخير، أنا مي وأحكي النهاردة عن الفنانة سناء جميل. قبل ما تسمعوا الحكاية ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تكتين يعني مش هيفرقوا في حاجة. اتولدت الفنانة المتمردة سناء جميل سنة 1930 لأسرة صعيدية من محافظة المنيا، وفي مرحلة التعليم التحقت بمدرسة فرنسية داخلية في مدينة القاهرة، وبعد ما أنهت دراستها كان عندها رغبة شديدة جدا في الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية لأنها كانت بتحب الفن والتمثيل من صغرها، لكن للأسف أهلها رفضوا الالتحاق بالمعهد رفض شديد جدا. وبتحكي سناء جميل وبتقول إن أخوها ضربها قلم أفقدها السمع لما قالت إن هي مصرة إن هي تلتحق بالمعهد. الرفض الشديد ده وصل لدرجة إنهم طردوها من البيت، ورغم كل ده ما رجعتش عن قرارها وصممت فعلا على الدراسة في المعهد لأنها كانت شغوفة بالتمثيل لأبعد حد ومصرة على تحقيق حلمها. بعد التحاقها بالمعهد عاشت حياة صعبة جدا. في بداية مشوارها ساعدها الفنان المسرحي الكبير زكي طليمان فألحقها ببيت الطلبات وكمان ضمها لفرقة المسرح الحديث. وفي خلال فترة عملها بالفرقة اشتغلت في تفصيل الملابس عشان تقدر تصرف على نفسها. طول الوقت كانت بتعاني من الخوف لدرجة إنها قالت للأستاذ زكي طليمان عندنا في البلد هيقتلوني، أنا عايزة أغير اسمي. واقترح عليها تغيير اسمها لسناء جميل بدل من ثريا يوسف عطلة اسمها الحقيقي. بالذاكرة إلى الوراء ورجعت لثريا يوسف عطلة السعودية، خريجة مدرسة النقد. كان مشوارك في الفن صعب؟ أوي، يعني هو إذا ما تناولناه منذ البداية صعب، لأن صفتنا من الصعيد بنفعل بفتكر يعني عارفة. طبعا أهلي ما كانوش راضيين إن أنا أمثل، ولما أنا أصريت طردوني من البيت. بدأت سناء جميل مشوارها الفني بين السينما والمسرح، قدمت في المسرح أعمال مهمة جدا زي مكبث والحجاج ابن يوسف، سقوط فرعون وزهرة الصبار. تحب ترقصي؟ لا، ومعاك انت بالذات بقى ما احبش ارقص. ايه الحكايه؟ احنا جايين نفرفش ولا طالعين القرافه؟ كانت عاشقة للمسرح، صاحبة أداء قوي متفرد يتسم بالجدية، حتى إنها لقبت بكونتيسة المسرح. وفي السينما كانت بدايتها في فيلم طيش الشباب واللي صدر سنة 1951، ومن بعده أفلام تانية كتير زي آدم وحواء وفيلم حرام عليك اللي كان من بطولة إسماعيل ياسين. لمدة 10 سنين بتقدم سناء جميل مجموعة كبيرة جدا من الأفلام، ورغم كل الأفلام دي بتعتبر بدايتها الحقيقية في السينما سنة 1960 لما رفضت سيدة الشاشة فاتن حمامة دور نفيسة في فيلم بداية ونهاية، ودي كانت صدمة كبيرة جدا لكل المشاركين في الفيلم. وبدل فاتن حمامة بيختار مخرج الفيلم صلاح أبو سيف سناء جميل عشان تقوم بدور نفيسة. فيلم بداية ونهاية مأخوذ عن رواية للأديب المصري العالمي نجيب محفوظ، وبيشارك في بطولته نجوم عمالقة فريد شوقي، عمر الشريف، وأمينة رزق. وكان من المفترض إن الكاست يكمل بفاتن حمامة، بيتخوف كل النجوم من رفض فاتن حمامة للدور واستبدالها بسناء جميل، لدرجة إن فريد شوقي بيشوف إنه كده مفيش حد مهم يقدر يشيل معاهم الفيلم، وإن سناء جميل ملهاش أي تاريخ سينمائي تماما. أنا عرضت في مدام سناء تلميذة بخريجة معهد، مفيش، قلت له يا صلاح معيش حد، مفيش تاريخ سينمائي؟ لا مفيش تاريخ سينمائي لا خالص. قلت له مفيش حد معي، هاتولي حد بطلة معايا. قال لي احنا بايعين او الموزع واخد فريد شوقي واخرون. بتبدع سناء جميل في دور نفيس وبيندهش كل الممثلين من قدراتها التمثيلية الجبارة. ابننا سناء جميل وعملت الدور من اجمل ما يكون. جت سناء أيوة واشتغلنا. تعالي بقى نشوف مين يعمل الدور ده في مصر غير سناء. اعتقادي ان سناء جميل قامت بالدور من احسن ما يمكن وبكل اقتدار. ايوه بكل اقتدار في جميع جوانبه وابعاده. وابهرت جميع من راى الفيلم هنا او في الخارج. وكانت هتفوز بجائزه كبرى فيه لولا سوء الحظ، لدرجة إن الفيلم ده بيعتبر هو أول أفلامها والانطلاقة الحقيقية ليها في السينما ونقطة التحول اللي غيرت مسارها الفني كله. نمشي لو سمحت. فيلم بداية ونهاية من أهم أفلام السينما الواقعية، بل من أهم أفلام السينما المصرية كلها، وبيحتل المركز السابع في قائمة أفضل 100 فيلم مصري. ومن بعد بداية ونهاية وتحديدا سنة 1967 بتقدم سناء جميل أداء استثنائي تاني بدور حفيظة
في فيلم الزوجة التانية، واللي كان برضو من إخراج المخرج الكبير صلاح أبو سيف. انا عايزاك تبقى تاني. ايه؟ ها؟ مش بتقول انك بتعزني؟ انت اتهبلتي؟ هو ده مش من حقي؟ لا مش من حقك. يا راجل انت بتزعق فيا. ايه اضربك بالبرغل؟ ها؟ هي حصلت؟ طب طلقني زي ما انت عايزه. وترجع لي ال 200 فدان بتوعي بريحهم وحساباتهم من يوم ما اتجوزتك. فيلم الزوجة التانية اللي بيعد علامة بارزة في تاريخ السينما المصرية، وبيحتل المركز ال16 في قائمة أفضل 100 فيلم مصري. ومش بس الأفلام دي، لكن قبل انطلاقتها القوية في بداية ونهاية شاركت في فيلم زينب سنة 1952 وسنة 1965 في فيلم المستحيل، والفيلمين دول برضو مدرجين ضمن القائمة. عشان تكون سناء جميل شاركت بإجمالي 4 أفلام في قائمة أفضل 100 فيلم مصري، وأفلام مميزة تانية كتير زي فيلم المجهول، واللي أبدعت فيه بأدائها القوي. استنى آخر ظهور لسناء جميل على شاشة السينما كان سنة 1998 في فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة. ده احنا صغيرين قوي يا سيد. لا يا ماما احنا صغيرين، احنا كبار قوي بس مش عارفين نشوف نفسنا. ومش بس سينما ومسرح، لكن كمان تركت سناء جميل بصمة مميزة جدا في التلفزيون. مسلسلات مهمة زي خالتي صوفيا والدير، ساكن قصادي، والأهم على الإطلاق مسلسل الراية البيضاء في دور المعلمة فضل معداوي. افهم من كده انك وقعت فيك يا دكتور. يا نهار اسود. اسود من قرن الخروف كمان. اني يحصل لي ده كله وبعد السنين دي كلها؟ ومش بس التلفزيون، الفنانة سناء جميل شاركت برصيد كبير وغني من المسلسلات الإذاعية. مسلسلات زي سارة، الإمبراطور أبو الدهب، حكاية الدكتور مسعود، الشيطان والخريف. أهم ما كان يميز سناء جميل هو واقعية أدائها بدون مبالغة، قدرتها الشديدة على التقمص رغم إنها كانت بتتفنن في اختيار أدوار مختلفة صعبة ومركبة نفسيا. القدرة على التقمص مكنتها من تقديم شخصية نفيسة بكل عقدها ومعاناتها وسوداويتها، ومكنتها من تقديم شخصية فضة السيدة البرجوازية القادمة من قاع المجتمع. كل ده وهي في الواقع سناء جميل السيدة الراقية الأرستقراطية التي تتقن الفرنسية. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais, mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. نالت سناء جميل العديد من الجوائز خلال رحلة مشوارها الفني، أهمها كانت جائزة أفضل ممثلة من مهرجان موسكو السينمائي عن دورها في فيلم بداية ونهاية. كمان حصلت على وسام الفنون والعلوم من الطبقة الأولى سنة 1967. رحلت سناء جميل سنة 2002 وتركت إرث فني مكون من حوالي 165 عمل فني متنوع بين السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة. بحاول أتخيل لو ما كانتش سناء جميل أصرت على الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وانصاعت لرغبة أهلها وخضعت لتحكماتهم. لولا الإصرار ده كانت السينما والمسرح والتلفزيون وتاريخ الفن المصري كله ممكن يخسر قد إيه لو ما كانتش فاتن حمامة رفضت الدور الموعود، لو ما كانتش حصلت الصدفة اللي قدمت لها الفرصة. كان مين هيقدم لنا كل الأدوار السينمائية والتلفزيونية الأيقونية دي؟ حكاية النهاردة مش مجرد حكاية عن فنانة كبيرة وتاريخها وإرثها الفني الكبير، لكنها درس عن كيف تؤخذ الحياة. قصة ملهمة عن إنسانة انتزعت رغبتها في أن تحيا كما تريد، انتزعت رغبتها في الحياة بمنتهى الإصرار الذي أتى بالفرصة التي صنعت سناء جميل. دي كانت الحكاية من البداية للنهاية. استنوني الأسبوع الجاي في حكاية جديدة مع مي تحت.